عن آخر مستجدات ملف الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال الصيف الجاري بعد التشاور مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لوضع الرتوش الأخيرة على القائمة النهائية لخوض منافسات الموسم الجديد. كريم وليد نيدفيد لاعب خط وسط النادي الأهلي باتت أيامه معدودة داخل القلعة الحمراء بقرار من مارسيل كولر بعد الظهور المتواضع للاعب خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق، وأضاف: قناعات كولر بنيدفيد تغيرت خلال الفترة الأخيرة نظرا لعدم الفاعلية الواضحة للاعب مع الفريق رغم ظهوره في العديد من المباريات بعد تعافيه من الإصابة، لافتا إلي أن كثرة إصابات اللاعب عجلت بقرار السويسري بالاستغناء عنه خلال الصيف الجاري. اللاعب لديه العديد من العروض من أندية الدوري المصري وتجري مناقشتها خلال الفترة الحالية لحسم مصيره والموافقة على العرض الذي يناسب اللاعب.